ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة الخامسة من محاضرات المصطلحات الطبية. يا ريت تكون جايب الكورس ده بالترتيب عشان تستفيد أكبر استفادة، لأن كل محاضرة بتبني على اللي قبلها. ويلا بينا نبدأ. أولا دي الواجب بتاع المحاضرة الرابعة بتاع المحاضرة اللي فاتت. طبعا السؤال التاني بس كان متكرر، فاللي صلحه منكم وحله على أساس اللي هو انتيريور وبوستيريور تمام، واللي ما صلحوش وحله عادي يعني. أول سؤال بيقول لك مين البلان اللي بيقسم الجسم لأبر ولور؟ دي ترانسفيرس. مين البلان اللي بيقسم صلح أبر ولور لأنتيريور وستيريور؟ اللي هو الكورونا. مين البلان اللي بيقسم جسم الإنسان لرايت وليفت؟ دي طبعا الساجيتم. دي كده لوحدي. تعالى بقى نخش في محاضرة النهاردة واللي هي تكملة للاتجاهات. أولا دي مراجعة للمحاضرة كنا خدناها قبل كده، هنراجع عليها بحيث يبقى كل الاتجاهات في محاضرة واحدة. أول اتجاه معانا من الأمام من اللي هو anterior أو ventral دي كلمة جديدة لو عايز تضيفها برضه بتساوي anterior، يبقى anterior وventral دي الأمام، posterior ودورسال دي الخلف برضه، يبقى posterior ودورسال الخلف، anterior وventral دي الأمام منه. ده فوق superior أو cephalic أو cephalic هما اتنين نفس الشيء يعني. يبقى superior أو cephalic دي فوق، inferior أو caudal ده تحت. وكنا طبعا خدنا الفرق بينهم يعني، وقلنا إن هما بس بيختلفوا في المعنى، بس بيختلفوش في كياناتهم يعني. ولو ما كنت سمعت المحاضرة دي يا ريت تروح تسمعها. يبقى دي بس السلايد ده مراجعة على محاضرة كنا خدناها قبل كده. تعالى بقى على محاضرة النهاردة اعتبر هنجاوب بس فيها على 3 الأسئلة دول. لو طلعت مجاوب على 3 أسئلة في المحاضرة دي يبقى انت كده فهمت المحاضرة بشكل كويس. أولا الأذنين بالنسبة ايه للفم للأنف قصدي، يبقى دي الأذن ودي الأنف. لما تيجي توصف هحط عند ايه كل جزء نقطة. يبقى الأذن ده بالنسبة للأنف هي ولا قدامها ولا وراها، ده هنشرحه إن شاء الله في محاضرة النهاردة. تاني حاجة الصوابع بالنسبة للكوع، ادي الصوابع وادي الكوع. لو قلت اللي هو الانفيريور ان شاء الله هوضح لك ده في المحاضرة. تاني حاجة الجلد بالنسبة للقلب، الجلد اللي مغطي القلب ده بيبقى طبعا قدام القلب كده والقلب وراه بالنسبة له ايه. دي ان شاء الله هنجاوبوه في محاضرة النهاردة. هذا قلنا أول سؤال الأذنين بالنسبة للأنف، ادي الأذن وادي الأنف، دي لا وراها ولا قدامها. ولو انت عندك قوة ملاحظة هتلاقي ان الأنف قريبة من منتصف الجسم، عند منتصف الجسم بالظبط. لو حد عمل خط كده عند الأنف هيقسم الجسم لنصين، والأذن بعيدة عن خط الوسط. دي بالظبط اللي عملوه، قال لك احنا هنعدي خط كده من نص الإنسان بالظبط، هيعدي بالأنف وهيعدي بنص الإنسان بالظبط. الخط ده اسمه ميديان بلين أو ميد لاين خط المنتصف أو ساجيتال. شفت الساجيتال اللي كنا واخداه؟ مش قلنا إن الساجيتال ده ممكن يعدي في أي حتة بس بشرط يعمل يمين وشمال؟ أو الساجيتال اللي بيعدي في المنتصف بالظبط ممكن نسميه ميديان بلين أو ميد لاين. يبقى التلاتة دول بيساووا بعض، ميديان بلين أو الميد لاين أو الساجيتال ده كله بيساوي بعض ونفس المعنى. يبقى المشكلة اللي عندنا إن الأذنين والأنف لو عايز أوصفهم بالنسبة لبعض ولا هم ورا بعض فهم في ريح بعض. وبدي برضو الصبعين ده، الصبع الكبير والصبع الصغير ديت في ريح بعض، ولا في الصبع الكبير ولا ورا الصبع الصغير ولا الصبع الصغير ولا الصبع الكبير في ريح بعض. لو ما أقول لك إحنا هنعدي خط المنتصف كده هنسموه ميديان بلين وميد لاين بلين أو الميد لاين، وهو السيريتال بس لما يعدي في المنتصف بالظبط. طب تمام، الخط ده هيبقى ليه علاقات حواليه.
قال لك اللي قريب منه هنسميه ميديال بالال، امال ده البلين اسمه ميديان. يبقى القريب من الخط الناصب اللي هو اللي ماشي في نص الجسم بالظبط هنسميه ميديال، الجزء القريب منه. ده بالبعيد عنه هنسميه ايه؟ هنسميه لاترال. يبقى القريب من الخط ميديال والبعيد عن الخط هنسميه لاترال. يبقى الأنف ده قريب من الخط يبقى ميديال، يبقى الأنف ميديال بالنسبة للأذن، والأذن لاترال بالنسبة للأنف. لو أنت لسه مفهمتش تعالى دي اختبار سريع هنحله. دي الأذنين بالنسبة إيه؟ للأنف لاترال، الأذنين لاترال. ده بالرئتين، أدي رئة أهي ورئة أهي. بالنسبة للقلب، القلب هنا طبعا لاترال برضو. تمام. ده بالأنف، ادي الانف بالنسبه للعينين، الانف قريب من خط المنتصف يبقى ميديال. مش الخط بس مش واضح. تمام. الاصبع الصغير اللي هو ده بالنسبه ايه للابهام اللي هو الكبير. والله في الوضع التشريحي من قريب من الميد لاين الصبع الصغير، ده من البعيد الصبع الكبير، يبقى الصبع الصغير ميديال برضه. تمام. يبقى تاني احنا عندنا مشكله دلوقتي، الحاجات اللي جنب بعضها هنوصفها ازاي؟ الصبع الصغير والصبع الكبير ده هنوصفه ازاي لو عايزين نعمل علاقه بينهم؟ اولا دول ولا ورا بعض ولا قدام بعض، دولت في ريح بعض. يبقى قال لك احنا هنعمل خط في النص، القريب من الخط ده هنسميه ميديال والبعيد عن الخط ده هنسميه لاترال. يبقى احنا كده جاوبنا على اول سؤال، الاذنين بالنسبه للفم. السؤال ده انا هحطه اللي هو بعرض لك المشكله الاول وازاي حلناها. تمام. تعالى بقى تاني سؤال. قلنا الصوابع ليا ده بالنسبة للكوع. والله واحد يقول لي الصوابع بالنسبة للكوع انفيريور، أقول لك صح. ده تعالى هنا الصوابع بالنسبة للكوع، والله الصوابع بالنسبة للكوع سوبيريور أعلى من الكوع، أقول لك صح. ده تعالى بقى هنا إيه ده؟ جنب بعض، أدي خط في المنتصف، ده إيه ده؟ الصوابع لاترال بالنسبة للكوع. ده ينفع مع كل صورة بتتغير يتغير الوصف؟ لا ما ينفعش. يبقى قال لك في الأطراف بالذات مش هنستخدم اتجاهات اللي هي سوبيريور وانفيريور. ليه؟ لأن زي ما أنت شايف الشخص كل ما يغير موضع الطرف عنده بيتغير الوصف وبيتغير الاتجاه. واحد يقول لي ده ما احنا مش في الوضع التشريحي، بيبقى دي الوضع التشريحي الصحيح فبالتالي لازم نشتغل عليه، أقول لك صح. بس الوضع التشريحي ده مش بيستخدم في كل الحالات، هو ليه حالات بس بيستخدم فيها. عشان كده هم قال الأطراف بالذات مش هنستخدم معاها اتجاهات. لأن ليه؟ لأن هي بتتغير مع اتجاه كل موضع ليه وصف معين. زي ما أنت شايف كده، لو شخص منزل إيديه الوضع اتغير، لو شخص رافع إيديه الوضع اتغير، لو حاطط إيديه جنبه كده الوضع اتغير. عشان كده قال لك إحنا مش هنستخدم اتجاهات مع الأطراف، أمال هنستخدم إيه؟ هنبدأ نربطها بالأصل. هنشوف كأن معاك إيه؟ ده حتة صلصال معاك، الجسم ده كله دي الأصل، وأنت عايز تعمل منه دين، قمت عامل بروز منه كده وبروز منه كده، ورجلين بروز منه كده وبروز منه كده. قال لك الجزء البعيد عن الأصل ديت، دي الجذع أو الأصل اللي طالع منه هسميه بروكسيمال، والقريب من الأصل هسميه لا قصدي القريب هسميه بروكسيمال، البعيد هسميه ديستال. ده هنا البعيد ده ديستال، القريب بروكسيمال. تمام. يبقى دلوقتي احنا عندنا مشكلة ان الاطراف بيتغير موضعها فبالتالي هيتغير الوصف. قال لك خلاص احنا نبعد عن الموقع، نبعد عن الاتجاه ونستخدم الجذع او الاصل اللي طالع منه. فالقريب هيبقى بروكسيمال، القريب من الاصل اللي طالع منه او الجذع،
والبعيد هسميه ديجيتال. تعالى بقى شوف احنا المشكلة دي اتحلت ولا لا. هذا اهي كنا بنقول الصابع بالنسبة للكوع، ادي الصابع وادي الكوع. ها الصوابع بالنسبة للكوع، والله الصوابع بالنسبة للجذع بعيدة يبقى ديجيتال، ده بهنا. والله الصوابع بالنسبة للجذع برضه لسه بعيدة يبقى ديجيتال، ده بهنا ادي الجذع او الترانك. بالنسبة للجذع والله بعيدة لسه يبقى ايه ديجيتال. تمام. يبقى تاني احنا كده جاوبنا على سؤالين. سؤال قال لك الحاجات اللي جنب بعضها هنعمل فيها ايه؟ قال لك خلاص عدى خط في نص الجسم، والخط ده القريب منه ميديال والبعيد عنه لاترال، ده تمام. بالنسبه للاطراف، الاطراف موضوعها بيتغير، فما ينفعش استخدم معاه الاتجاهات اللي هي سوبيريور وانتيريور. قال لك خلاص استخدم انسبها للجذع اللي طالع من البعيد عن الجذع ديجيتال، والقريب من الجذع بروكسيمال. ده واحد يقول لي ما ماشي احنا شغالين على الوضع التشريحي، والوضع التشريحي ده المفروض نشتغل على ده. اقول لك صح، بس احنا مش في كل الحالات بنستخدم الوضع التشريحي. عشان كده عمموا الحكايه ده، ان في الاطراف بالذات بلاش تستخدم سوبيريور وانفيريور، استخدم ديجيتال وبروكسيمال. كده احنا جاوبنا على سؤالين. تاني الاسئله دي انا مش حاططها عشان تتجاوب بس وخلاص، لا ده مدخل كأن في مشكله اهو واحنا بنحلوها. بدي اقرا معاك وخلاص ان الديجيتال يبقى بعيد عن الجذع والبروكسيمال قريب من الجذع. لا ده انا عرفتك المشكله وبنبدا نحلوها. بدي اقرا معاك، انا ممكن اديك الملف خد اقرا انت وخلاص. تمام. تعالى بقى الكوع بالنسبه الى الراسخ. الراسخ اللي هو انا، يبقى الكوع بالنسبه للراسخ ادي الكوع وادي الراس. والله يبقى قريب من الاصل يبقى ايه اللي هو الجذع او الترانك، يبقى بروكسيمال. تمام. الركبه بالنسبه للكاحل، ادي الكاحل من تحت كده، الركبه برضو بروكسيمال، يبقى الاثنين ده بروكسيمال. ده بالاصل الصوابع، ادي الصابع وادي الراس. والله الصابع ابعد من الجذع عن الراس يبقى ديجيتال. ده بالقدم، القدم بالنسبة ايه للركبة، القدم بعيدة يبقى ديجيتال. تمام. تمام. تعالى بقى نقول السؤال الأخير، الجلد بالنسبة للقلب. ماشي تعالى ادي الجلد، ده الجلد قدام القلب يبقى انتيرو. انت اللي خلاك تشتغل على الجلد ده، ما ممكن تشتغل على الجلد من ظهره من ورا فيبقى بوستيريو. انت فاهمني؟ يبقى الجلد بالنسبة للقلب انتيريو، لا ده ممكن اشتغل على الجلد اللي في ظهره من ورا يبقى بوستيريو. تمام. فقال لك برضو بما ان الجلد ما هو بيغطي الجسم، هبدأ اسيبني بقى من الانتيريو بوستيريو واستخدم معاه مصطلحات تانية اللي هي ايه. قال لك سطحي قريب من الجلد او قريب من سطح الجسم يبقى سوبرفيشال، وبعيد عن سطح الجسم او بعيد عن الجلد يبقى ديب او عميق. يبقى سوبرفيشال وديب ديت بعيد عن الجلد وسطح الايه الجسم. تعالى ناخد امثله. العضلات بالنسبه للجلد، والله العضلات ادي العضلات وادي الجلد. بالنسبه للجلد ده بعيده يبقى قلنا ايه ديب. ده بالعظام بالنسبه للعضلات، ده عارفين العضلات بتكسي العظام بتغطيها، في نفسها فتبقى نفس الجلد، هتبقى برضو ديب. ده بالجلد او سكين بالنسبة للعضلات. الجلد اهو، وده العضلات اهي يبقى سوبرفيشال. ده بالدهون اللي تحت الجلد، هنا بتبقى طبقة دهنية كده بالنسبة للعظام، ده الدهنية والعظام تحت يبقى سوبرفيشال. يبقى احنا كده جاوبنا على الثلاث أسئلة بتوع المحاضرة اللي هم ايه. قال لك الحاجات اللي جنب بعضها ده هنعمل فيها، قال لك ارسم خط في النص، واللي قريب من النص يبقى ايه، اللي قريب من النص
يبقى ميديال، واللي بعيد عن الخط المنتصف يبقى لاترال. ده تمام، ده عرفناه. ده بالنسبة للأطراف، الأطراف وضعها بيتغير. قال لك خلاص نسيبها للجذع والأصل اللي طلع منه، اللي بعيد عن أصله يبقى ديستال، واللي قريب من أصله يبقى بروكسيم. ده تمام. ده بالجلد. أنا عاوز أوصف حاجة بالنسبة للجلد. ده الجلد بيغطي الجسم في حاله، يعني بيغطيه من ورا وقدام، فكده هيتغير الموضوع. قال لك خلاص اللي قريب من الجلد يبقى سوبرفيشال، واللي في العمق من تحت يبقى ديب. تعالى بقى نراجع كل الاتجاهات. احنا خدنا أعلى سوبيريور أو كفاله، أو لو أنت فاكر كرينيال. ده تحت انفيريور أو كودال. ده أمام انتيريور أو فينترال. ده بخلف بوستيريور أو دورسال. دي كده. وخلي بالك الاتجاهات دي بنستخدمها أكتر في الرأس والعنق والجذع، اللي هو منطقة البطن والصدر، لأن هما ثابتين. ما تقوليش ممكن حد يقف على راسه وهيتغير موضع الجذع أو الرقبة، مفيش حاجة اسمها كده. أمال بقى في الأطراف، الأطراف أنا بستخدم الأصل، برجع للأصل اللي طالع منه. قلت لك تخيل إن الجذع ده والرقبة والرأس حتة صلصال، فأنت هتبدأ تطلع منها دراعات ورجلين. تمام. فاللي قريب من الأصل ديت بروكسيما، اللي بعيد ديستال. قلت طب تمام، لو حاجتين جنب بعض هتعمل خط الخط المنتصف اللي هو الميد لاين. القريب منه هيبقى ميديال، والبعيد عنه لاترال. ده بتاع ده لو اوصف حاجة. لو طبقات بقى، اللي هو الجلد، حاجة بالنسبة للجلد القريب من الجلد أو السطحي سوبرفيشال، لو في العمق ديب. انتهينا من المحاضرة دي. مش هديك واجب المحاضرة دي، لأن إن شاء الله المحاضرة الجاية هتكون اختبار على اللي فات كله. ما تنساش تراجع على اللي فات عشان تخش الاختبار وانت جاهز. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. ولو تعرف حد في كلية الطب وبالنسبة له المصطلحات دي صعب أو داخل إن شاء الله كلية الطب، ما تنساش تبعت له الكورس ده عشان يستفيد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.